تشيكن سويت اند ساور مع رز بسمتي. كوبايتين رز بسمتي مغسولين كويس جدا بالملح وسبتهم منقوعين 10 دقايق. لكوبايتين الرز كوبايتين ميه مغليه. الماده الدهنيه بتاعتي زبده، زيت، مستكه، ملح، فلفل اسود، معلقه صغيره من الزبده، معلقتين من الزيت، 3 كده من المستكه. لما يدوبوا معانا هننزل بالرز بتاعنا نشوحه كويس. هنشوح الرز بتاعنا مع المستكه مع الزبده مع الزيت، معلقه ملح صغيره وربع معلقه فلفل اسود. الناس اللي ما بتعرفش تظبط الرز البسمتي حطينا كوبايتين من الميه. طبعا احنا ناقعين الرز دوت فمش محتاج ميه قوي. انا بحط معلقه كده، طبعا المعلقه دي كبيره فالميه بتغطي المعلقه بتاعتي كده معايا النسبه بتاعت الميه للرز كويس جدا. بس اول ما يغلي هنوطي عليه. يلا نحضر الفراخ مع بعض. معايا نص كيلو من صدور الدجاج، انا جايباه حته واحده ومقطعاه مربعات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عايزاها تكون بالسمك اللي احنا شايفينه، ما تكونش رفيعه. بصل مكعبات، فلفل الوان مكعبات بالشكل ده، كوبايه صويا صوص، كريمه لباني، هنحتاج ميه دافيه، نص معلقه ثوم مفروم، سمسم، جنزبيل ونشا. يلا بقى نتبل الفراخ بملح وفلفل بس. طبعا الفراخ دي مغسوله كويس ومنقوعه ومتصفيه كويس جدا من الميه. هنحط معلقه فلفل اسود ومعلقه من الملح وهندخل الكلام الجميل ده كله في بعض. عندي طاسه على النار، هناخد معلقه من الزيت تكون كبيره شويه، معلقه من الزبده او السمنه اللي موجوده عندك برده، بيدوبوا كويس جدا على النار. عايزين الصوص بتاعنا تكون كميه كويسه مع الفراخ بتاعتنا علشان هنعمل جنبيه شويه رز بسمتي زي ما شفنا مع بعض. هنحط بقى نص راس ثوم مفروم بالشكل ده. هننزل بالفراخ اللي تبلناها بملح وفلفل بس. طبعا الفراخ مكعبات زي ما احنا قلنا. ادينا الفراخ تشويحه مع الزبده مع الثوم مع الزيت. هنحضر بقى الصوص بتاعها، يلا بينا نشوفه. كوبايه صويا صوص هننزل بيها في بوله، هريسه او كاتشب حار مفيش مشكله، نص كوبايه، معلقه كبيره من النشا، معلقه جنزبيل مطحون، معلقه عسل ابيض. هندخل الكلام ده كله في بعضه. الصوص بتاعنا بقى جاهز بالشكل ده. يلا بينا بقى نحطه على الفراخ. طبعا النشا هيتقل الكلام ده مع بعضه كده، تقل معانا بالقوام اللي احنا شايفينه ده. انا هضيف من عندي انا شويه كريمه، انا بحب التيست دوت، بتدي طعم حلو جدا. فلفل الوان، طبعا مش عايزه الحاجه دي تكون مستويه، انا عايزاها بس تاخد تشويحه كده مع الكلام ده. عندي بصل مقطعاه مكعبات بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هناخد شويه وهقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. معلقه من السمسم، وبكده تكون الوصفه معانا جاهزه. يلا بينا بقى نقدمها مع بعض. الرز بتاعنا خلاص استوى بالشكل ده. بصوا الرز بتاعي مفلفل ازاي زي ما احنا قلنا مع بعض. يلا بينا بقى نقدمه. بكده تكون الوصفه معانا خلصت خلاص، هنقدمها مع رز بسمتي. وبكده عملنا لكم تشيكن سويت اند ساور مع رز بسمتي. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه للصفحه. شكرا والسلام عليكم.